السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدي ومتابعي قناة النهرين الإخبارية. نلتقيكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا سالفة ورباط. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. سالفتنا اليوم تقول: أكو واحد لابس قاط ورباط وآخر شياكة، إجا على حجي لبيتهم خطار. بعد ما سلم على الحجي قال له: حجي، أنت ما تعرفني، بس أنا راح أعرفك بنفسي. بس قبلها أريد أسألك حجينا، أنت انباقت لك سيارة بالثمانينات الحج صفين؟ قال له: إي بويا صحيح. قال له: حجي، أنا اللي بقيت سيارتك، والدليل أنه أنت كنت مخلي هوية الأحوال المدنية بالسيارة، والهوية هاي جايبها وياي، هي قديمة وما تمشي هسه، بس حتى أعترف لك أنه أنا اللي أخذتها وقتها. حجي، أني مذنب أمامك، بس صدقني بوقتها ما عندي عشل جهالي، ولجني الضيم فدنو. بس حجي شو اسولف لك بعد ما بعت سيارتك؟ الله فتحها بوجهي وقامت الفلوس عندي تفور، وهسه تذكرتك واجيتك واني دخيل، واتمنى تتقبل توبتي، وبنفس الوقت اريد اعوضك عن الخسارة اللي خسرتك اياها بذاك الوقت. الحج صفن بين مصدق بين مكذب. قال ابويا السالفة قديمة وراحت بوقتها، العوض بالله. ابو القاض قال له: حجي، ابد بالحرام ما اروح منك الا اشتري لك سيارة حتى يرتاح ضميري. قال له: ابويا ما لازم. الحجي قال له: ابويا ما لازم، عفيت عنك. قال له: حج ابد لا تسولف، روح جيب مستلزماتك وامشي وياي للمعرض حتى اعوضك واشتري لك سيارة زينة بمكان سيارتك اللي بوقتها. حجي يعني بين مصدق، حجي يعني بين مصدق بين مكذب. قال يلا، قال له: حجي صدق كذب، اللي عندي كله ترى من خيرك، صدق تحكي حجي. المهم الحج اقتنع ومشى وياه وراحوا للمعرض، اخذ مستمسكاته ودخلوا للمعرض. قال له: حجي تفضل اختار. الحج من هالقبل وعلى فطاريته اشار له على سيارة من ذني اللي سعرها ما يتعدى ال 40 ورقة. صفن عليه ابو القاض قال له: حجي شنو هاي؟ قال له: ابويا هاي سيارة، قلت لي اختار، هاي اختاريت سيارة. قال له: لا حجي. ابو المعرض تعال. ابو القاض صاحب ابو المعرض قال له: هاي اللاند كروز الجي اكس ار ايش قد سعرها؟ اللي احنا عندنا بالعراق نسميها الجكسار. ابو المعرض جاوبه قال له: ابويا هذه ب7 دفاتر، هذه سيارة حديثة واستوها نازلة. قال له: ايه، هاي السيارة المقصودة نشتريها وهسه تكتبها باسم الحج. ابو المعرض كيف، قال له: حجي تفضل للمكتب وجيب مستمسكاتك وياك، جيب جنسيتك، خلينا نتكاتب. راح الحجي فعلا دخلوا للمكتب حتى يتكاتبون على السيارة. بهاي الأثناء أبو القاض قال له لأبو المعراض: خويه شنو تريدنا نشتري سمك بالماي؟ أبو المعرض قال له: ليش خويه؟ قال له: غير نطلع تراي بالسيارة، غير نبحثها نجربها. قال له: ايه، ما طلبت غير حقك، هذا السويج، وعلى ما اتكاتب انا ويا الحجي تفضل انت اطلع تراي بالسيارة. صاحبنا ابو القاط على ما طبوا هم تكاتبوا على السيارة شغل السيارة وطلع من المعرض، والحجي
قاعد يمه بالمعرض بالمكتب وينتظر هسه يرجع وماكو. مرت ساعة وماكو شي، لا بالقاط ولا السيارة. أبو المعرض قال له للحجي: حجي صاحبك وين راح؟ الحجي قال له: عمي هذا مو صاحبي، هذا سالفته كذا وكذا وكذا، مثل ما أني سولفت لكم إياها. أبو المعرض قال له: حجي خلي ولن هذني السواليف، ترى بدعانين من هين. ساعة وماكو شي، لا بالقاط ولا السيارة. أبو المعرض قال له للحجي: حجي صاحبك وين راح؟ الحجي قال له: عمي هذا مو صاحبي، هذا سالفته كذا وكذا وكذا، مثل ما أني سولفت لكم إياها. أبو المعرض قال له: حجي خلي ولن هذني السواليف، ترى بدعانين من هين. حجي أني حقي يمك، وهاي جنسيتك، وهذه المكاتبة وسيارة صارت باسمك، وأنا أريد منك الفلوس. جيب مشية ورد مشية. تالي هالحجي ما عنده، قام باع بيته وتداين من الجاويد وسدد أبو المعرض. يعني هنا الحجي انباق سيارتين، انباق مرتين. لهنا قصتنا انتهت. انتوا اكيد كلكم هسه تأثرتوا بالقصة، لأن قلوبكم طيبة وتعاطفتوا ويا الحجي. بس اللي صاير بينا أكثر من اللي صار بالحجي. راح تقولون شلون، وأني راح أقول لكم شلون. بالانتخابات الأولى اجونا ناس وصعدناهم وباقونا، ونفسهم رجعوا بالانتخابات الثانية، وهم اختاريناهم انتخبناهم وأيضا صعدناهم، ورجعوا بالانتخابات الثالثة والرابعة كذلك نفس الطريقة، وقالوا لنا راح نعوضكم عن الأشياء اللي راحت وعن هذه السنين اللي مضت، وراح نسوي لكم الشط مرق والزور خواشيق. وتالي مو بس بيعونا البيت، لا بيعونا وطن كامل. لهنا خلصت سالفتنا. رباط السالفة يمكم والعاقل يفتهم. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج سالفة ورباط. كان معكم محدثكم رياض العبودي من قناة النهرين الإخبارية. نودعكم على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة إن شاء الله، ودمتم بألف ألف خير.